أيها الإخوة الكرام مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، نتواجد دائما وأبدا في قلب الحدث وفي اللقاءات الموجودة هنا في داخل قاعة قصر بدر للاحتفالات لعريس هذه الليلة الأستاذ عاصم الأحمدي. أنا معنا في هذه الأثناء صديق الدرب الذي رافق عاصم الأحمدي كثيرا في العديد من مختلف المناسبات، سعادة الأستاذ ممدوح الجهني. السعداء بإتاحة لنا هذه الفرصة أستاذ. الله يحييك وحنا سعد أستاذي، ونقول ألف مبروك للعريس عاصم، ونتمنى له إن شاء الله حياة سعيدة وبالرفاه والبنين إن شاء الله. أستاذ ممدوح، لا شك أنك لازمت العريس عاصم الأحمدي في ذكريات كانت موجودة، كيف كان يعني سلوكيات وكيف كانت انطباعاته وكيف كان تعامله مع الناس؟ بدليل ذلك يعني اليوم التفاف من الأصدقاء من الزملاء من الخلان الأحباب كلهم يحضرون لمشاركة عريس هذه الليلة. والله طبعا الأستاذ عاصم يمتاز بروح عالية جدا وأخلاق كريمة وهادي الطبع جدا، واتمنى له إن شاء الله حياة سعيدة في الحياة الزوجية القادمة إن شاء الله. كلمة بهذه المناسبة السعيدة تقولها لعريس هذه الليلة، كلمة ربما ستظل في الأذهان ومدونة ربما في قلوب اللاعب أو النجم عاصم الأحمدي. نقول له إن شاء الله بالرفاه والبنين ومزيد من التوفيق، وربنا إن شاء الله يوفقك. دعوة إن شاء الله تكون وكلمة هي في نفس الوقت أستاذ. أستاذ ممدوح الجهني الصديق عريس هذه الليلة، شكرا لك لإتاحة لنا هذه الفرصة. شكرا لك والله يعطيكم الصحة والعافية أستاذ. إذن أحبتنا مشاهدينا الكرام، نستمر معكم في العديد من اللقاءات، سنكون بالعديد مع الضيوف الذين سيتواجدوا معنا في خلال هذه الأمسية والمناسبة.